المنتخب الفرنسي مهدد بالإقصاء من مونديال الناشئين بسبب لاعب من أصول مغربية. استطاع المنتخب الفرنسي التأهل إلى الدور ربع نهائي كأس عالم للشبان دون 17 سنة بعد أن حسم اللقاء ضد المنتخب السنغالي بركلات الترجيح إثر انتهاء مباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. ومع ذلك يواجه المنتخب الفرنسي تحديا إداريا قد يؤدي إلى استبعاده من البطولة نتيجة خطأ إداري يتعلق بمشاركة يانيس إسوفو لاعب نادي مونبولي الذي ينحدر أبويه من النيجر والمغرب في صفوف المنتخب الفرنسي، حيث شارك إسوفو في كأس العالم الحالية دون 17 سنة، كما شارك مع منتخب النيجر لإقصائيات تأهيلية للبطولة الحالية لكأس العالم قبل بضعة أشهر. وفي ظل قوانين الفيفا يمنع على اللاعبين المشاركة مع منتخبين مختلفين في نفس المسابقة التأهيلية. وتقدمت جامعة بوركينا فاسو بطلب اعتراض بشأن هذا الأمر، وذلك أدى بالمنتخب الفرنسي إلى استدراك الوضع واستبعاد اللاعب من التشكيلة التي لعبت في المواجهة أمام المنتخب السنغالي بهدف تفادي أي احتمالات للاستبعاد نتيجة للاعتراض الفني. يذكر أن يانيس يحمل 3 جنسيات فرنسية ومغربية والنيجر، وقد انتقل بين المنتخبين بناء على فشله في التأهل مع منتخب النيجر ورغبته في المشاركة مع المنتخب الفرنسي في البطولة، وهو ما يتعارض كما قلنا مع قوانين فيفا. فما رأيكم في وقوع المنتخب الفرنسي في مثل هذا الخطأ الفادح؟ هل سيتم إقصاء منتخب فرنسا من البطولة؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.